الأهلي يعلن عن مفاجأة في أول تعليق على التعاقد مع اللاعب التشيلي لوكاس أسادي. خرجت بعض الأخبار تؤكد على أن هناك لاعب تشيلي يدعى لوكاس أسادي بيلعب في تشيلي، واللاعب ده عنده جواز سفر فلسطيني يقدر النادي الأهلي يجيبه لدعم خط الوسط ويتأيد كلاعب فلسطيني. ليكون بقى رد النادي الأهلي، والحقيقة هي أولا اللاعب ده مركزه في الملعب صانع ألعاب. طب دلوقتي مين اللي موجود في الأهلي صانع ألعاب؟ بن رمضان، قفشة، إمام عاشور، تريزيجيه بيلعبها، زيزو بيلعبها. هل من المنطقي الأهلي يفكر فيه في يناير؟ أكيد لأ، ولكن بنهاية الموسم الحالي وارد النادي الأهلي يفكر فيه. في ميزة كمان بنهاية الموسم في شهر 6، إيه هي؟ اللاعب ده عقده ينتهي مع نادي تشيلي في شهر 12 2026. شهر 12 2026 ينتهي عقده، يعني في شهر 6 اللي جاي بعد انتهاء الموسم في مصر هيكون متبقي في عقده فقط 6 شهور مع نادي تشيلي. فيقدر بقى النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي يقدر يشتري من نادي تشيلي، يشتري فقط آخر 6 شهور في عقده. بنهاية الموسم وارد لعيبة تمشي لعيبة تيجي، فنقول لوكاس أسادي من ضمن المرشحين. أما في يناير لا، صعب جدا الأهلي يفكر فيه.